رئيس رابطة تجار السيارات في مصر أسامة أبو المجد طلع بتصريحات مهمة جدا بيتكلم فيها عن مستقبل أسعار السيارات في السوق المصري. لكن المرة دي السبب مش الدولار ولا الأوفر برايس، السبب حرب ممكن تأثر على السوق كله. خلينا نفهم القصة ببساطة. الراجل قال إن في 3 سيناريوهات محتملة لأسعار السيارات في مصر حسب مدة الأزمة أو الحرب في المنطقة. أول سيناريو: لو الأزمة استمرت أسبوع واحد بس التأثير هيكون محدود جدا، والأسعار ممكن ترتفع من 1% ل2% بس. يعني لو العربية سعرها 1,000,000 جنيه، الزيادة ممكن تكون من 10 ل20 ألف جنيه تقريبا، وده ارتفاع بسيط والسوق غالبا يقدر يستوعبه. لكن لو الأزمة طولت شوية واستمرت شهر كامل، ساعتها ممكن نشوف زيادة حوالي 3% في الأسعار. يعني نفس العربية اللي بمليون ممكن توصل لحوالي 1,030,000 جنيه. لكن السيناريو التالت هو اللي الناس قلقانة منه فعلا. لو الأزمة استمرت أكتر من شهر، الأسعار ممكن تقفز لغاية 15%. يعني عربية بمليون جنيه ممكن توصل بسهولة ل1,150,000 جنيه. طب السؤال المهم هنا: إيه علاقة حرب بره مصر وأسعار العربيات عندنا؟ الإجابة ببساطة إن السوق المصري بيعتمد بشكل كبير على الاستيراد. يعني حوالي نص السيارات اللي بتتباع في مصر مستوردة. ولما يحصل توتر أو حرب في المنطقة، اللي بيغلى مش بس العربية، لكن كمان الشحن البحري والتأمين على السفن. شركات الشحن بتزود الأسعار، شركات التأمين بترفع تكلفة التأمين، وأحيانا السفن بتغير طرقها أصلا علشان تتجنب مناطق الخطر. وكل ده في الآخر بيزود تكلفة وصول العربية لمصر، والتكلفة دي بتتحمل على السعر النهائي اللي بيدفعه المستهلك. لكن المفارقة بقى إن السوق المصري كان ماشي في اتجاه عكس ده تماما قبل الأزمة دي، لأن في الفترة الأخيرة شفنا انخفاضات في الأسعار، اختفاء الأوفر برايس، دخول شركات جديدة في السوق، توسع في التجميع المحلي. أهم من ده كله إن مبيعات السيارات في مصر في 2025 قفزت بنسبة حوالي 70%. السوق وصل لمبيعات حوالي 173 ألف عربية، بعد ما كان حوالي 102 ألف بس في السنة اللي فاتت. وده معناه إن السوق كان بدأ يتعافى فعلا بعد فترة ركود طويلة. لكن زي ما احنا شايفين سوق السيارات في مصر بقى مرتبط بشكل كبير باللي بيحصل في العالم كله. يعني ممكن خبر سياسي أو أزمة عالمية تأثر مباشرة على سعر العربية. السؤال بقى اللي احنا محتاجين نجاوب عليه: في الفترة اللي جاية هل الأسعار هتفضل تنزل زي ما كان متوقع، ولا الأحداث العالمية هتخلي السوق يغير اتجاهه تاني؟ قول لنا رأيك في التعليقات.